راجل ومراته وعياله خارجين بيشتروا حاجه او بيتسوقوا، فالست وقفت قدام محل فبتتفرج على حاجات، والراجل معاه الولاد او اسره يعني خارجين بيتسوقوا. اول حاجه بحدد الارض اللي هو واقفين عليها علشان هرسم عليها كل العناصر اللي انا هرسمها. ممكن اتخيل مثلا ان المحل مثلا هنا في الحته دي كده. كده بقى نخلي الارض اللي هم واقفين عليها تبقى تحت شويه علشان انا عملت ايه ده اخر المحل، او ممكن اطول بيه شويه. في بقى محلات تانية هناك، يعني المهم ان الشارع ايه لهناك كده. طيب انا عاوز بقى العناصر بتاعتي اللي انا هرسمها تبقى كلها في الحته دي كده. ادي الراجل بنرسم بقى ايه زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنرسم الجسم عباره عن ادي الراس، وادي الجسم برسمه عباره عن مستطيل للاخر، وبقسمه من النص وبعمل مثلا زي 8 كده علشان يبقى الرجلين متفرقين عن بعض، وادي دراع وادي الدراع. طبعا الدراعين نازلين من عند الكتفين، دي حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها علشان بس ما تطلعش الدراعات من عند ايه من عند البطن. فانا هعمل الراجل ده، وادي الشكل المستطيل اللي هو جسمه كله لغايه تحت، ولكن انا عايز اعمله يبقى ايه تخين شويه او مليان شويه بحيث ان هو زوجي يعني، فاهم؟ اللي هو بقى راجل كبير مش شاب ممشوق القوام يعني. فهعمل ايه؟ هعمل يعني هاجي مثلا عند خط اللي هو الوسط ده، وهعمل ايه زي شكل شبه منحرف كده، يبقى نازل ايه زي شبه منحرف. طبعا مش هسيب بقى دي، لا خلاص، يبقى الرجل بقى من تحت او يعني الجزء السفلي من الجسم هيبقى برضو شبه منحرف بس مقلوب، فيديني شكل جسم ايه عارف انت مليان شويه او عنده كرش شويه. فده هيبان بقى واحنا بنشتغل، احنا بس بنأسس للفكره الاساسيه. وانت بتفكر في الرسم فكر وانت بتشخبط، يعني خلي ايدك شغاله وانت بتفكر، ما تفكرش يعني ما ينفعش تسيب القلم كده وتقعد ايه تفكر. احنا كناس بترسم لا اقعد فكر كده مش عارف ايه، ولو عملته هنا تخين شويه يبقى الخط ده ما يبقاش مستقيم كده، لا اخليه ايه نازل لتحت شويه. طب لو لبسته قميص داخل جوه البنطلون هيبقى البنطلون الحزام بتاعه ظاهر، طب لو عملت تيشيرت خارج لبره هيبقى نازل كده وهيبقى الوسط ده مش باين، فهيبقى التيشيرت نازل، فاهم؟ كل ما بتفكر في فكره كل ما بترسمها عباره عن خطوط، ومش لازم المستوى يطلع خطير. احنا بنرسم يعني انا بص انا برسم معاك وانا مضغوط فبنفك ضغط كده، فاهم؟ فمش عاوزين الرسم يزود الضغط كمان ان انا اشيل هم ان يا ترى الناس اللي بتشوفها تقول حلو ولا وحش ومش لا، وانت بترسم ايا كان مستواك شخبط وخلاص. والدراع هيبقى دراع كده ودراع كده، بس طبعا مش هعمله واقف مستقيم يعني او واقف انتباه ومراته بتشتري، او ممكن نعمل مراته هي كمان، فممكن نعمل ايه ادي تخيل بس انها واقفه هنا تمام. فنعمل بقى حركه يعني ما تخليهمش واقفين انتباه كده جنب بعض تمام. خليه مثلا ممكن نخليه معاهم مثلا ولاد، هو شايل ولد مثلا صغير، فهيبقى ايه الدراع مش نازل بقى، شايف الدراع اللي نازل ده؟ في عندي هنا مفصل الكتف، وعندي مفصل الكوع، وعندي بقى ايه الكف الايدين. فانا هعمل ان هو شايل ولد فهيلم دراعه من عند مين؟ من عند الكوع تمام. فهيبقى الدراع ملموم كده، والواد هنقعده هنا كده تمام. الواد قاعد على دراع ابوه زي ما بنرسم الشخص اللي قاعد على كرسي تمام، مرتكز على الوسط تمام، ورجله ملمومه بقى تحت. يعني احنا بنتكلم مع بعض ايه كلام عادي جدا. انا مش عارف الشخبطات دي مبينه عندك انا اقصد ايه ولا لا، بس يعني يمكن في الاخر الدنيا تظبط تمام. ونخلي هنسيب الست دلوقتي، خلينا بس مع الراجل، ونعمل مثلا ولد تاني برضو ايه هيبقى واقف، هيبقى حاسس كده انهم واقفين ايه صف كده او في طابور مدرسه او حاجه. لا احنا عايزين ايه حركه شارع. يعني مثلا نتخيل الراجل ده واقف، الست مركزه مثلا مع العبايه النازله دي كده تمام، اللي هي بتبقى متعلقه في المحلات، هي مركزه معاهم. فالولاد كلهم مسؤوليه مين؟ مسؤوليه ابوهم بقى دلوقتي. فابوهم بقى ملبوخ يعني ما بين ايه شايل طفل، في طفل تاني اكيد هو مش واقف انتباه، يعني مفيش طفل بيقف انتباه، بيقف متحرك عامل قلق لابوه وامه، عايز يجري ناحيه العربيات الكلام ده كله. فممكن مثلا هم ملهيينه في حاجه فجايبين له حاجه ياكلها تمام، جايبين له حاجه ياكلها مثلا كيس تايجر مثلا او اي حاجه.
فممكن نخلي ايه الكيس ده مثلا وقع منه حاجه فهو موطي يجيبها، ما نخلوش واقف، نخليه مثلا موطي يجيب ايه حاجه من الارض. وفي حاجه كمان لما بتيجي ترسم الاطفال بترسم يعني ايه، خلي ايدك فيها دورانات كتير، يعني الراس مدوره، الدراع فيه دورانات، مش بيبقى مستقيمات زي الكبار. نخليه مثلا ايه ماسك الكيس كيس البوزو، تمام. وهم يعني ايه عيله محافظين على المقاطعه فجايبين له حاجات ايه، ومثلا ايه نازل برجله كده اللي هو ايه عارف انت موطي يجيب حاجه من على الارض، وخلي الكيس مثلا ايه شايله كده والكيس بيوقع حاجات تانية مثلا، ادي حركه يبقى نميله اكتر عشان يبقى منطقي بقى ان الحاجه دي بتقع. والواد ملبوخ وابوه ملبوخ معاه، فهنحرك رقبته شويه كده ناحيته، وزي ما قلنا اتجاه الراس لما اجي ارسم اتجاه الراس، لو الراس دي بتبص لي هيبقى الخط اللي بالطول ده زي قلنا قبل كده ان احنا بنرسم علامه الزائد، الخط اللي بالطول بيبقى في النص علشان ايه الراس بتبقى بصالي في الناحيه دي. طيب لو هو باصص يمين او شمال بتبقى ايه الخط اللي بالطول بيتحرك الناحيه اللي هو باصص لها. هنا الخط اللي بالطول لما اتحرك بص ناحيه اليمين شويه او شمال شويه، حسب بقى ما انت حسب يمينك انت او شمال الشخصيه يعني. طيب هو باصص للجنب وتحت، يبقى الخط اللي بالعرض ده هينزل لتحت، يبقى ايه يبقى الراس عامله كده. فاهم قصدي؟ يعني حرف التي ده او علامه الزائد اللي في النص دي اتحركت لتحت الاتجاه اللي هو باصص له. هو باصص للواد وعايز يقول له يا ابني حاسب يا ابني الحاجات اللي بتقع منك، او تعالى هنا هات ايدك، اي كلام من ده يعني. فهنعمل ايه علامه الزائد دي كده. اقول لك على حاجه، احنا ممكن كمان الايه الكتفين دول ما نخليهمش مستقيمين كده، لا نخليه مايل كده، مايل يبقى فيه ميلان شويه بحيث ان هو بيمد له دراعه يعني ايه تعالى او حاسب او كده. شوف الشخبطات دي انا عايزك بقى وانت بتفكر ترسم الشخبطات دي كلها تبقى اسلوب حياه. انا عارف انها يعني اللي هيجي يبص ايه ده اللي احنا بنعمله ده، لكن لو انت متابع معايا من الاول احنا بنفكر ازاي هتلاقي ان ايه لا احنا حاطين ايدينا على الموضوع شويه. طبعا لما الكتف ده اترفع من الناحيه دي فالدراع ده هيترفع، تمام هيترفع معاه. عظمه الكتف هنا او مفصل الكتف طلع لفوق، فعندي الكوع هنا ايه اترفع كمان، فالواد نفسه هيبقى فوق. هاجي بقى وانا برسمها دلوقتي هكون ايه مقرر انا هعمل ايه. طبعا انت المفروض بترسم شخبطات اكتر من كده بالرصاص، لكن انا هدخل دلوقتي بالشغل بالقلم الاسود على طول، بحيث ان انا ايه برضو ما اطولش الفيديو، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه لبخ عليك انت او الدنيا ما تتوهش منك، بس تعرف الفكره بس. في حين ان احنا عملنا شخبطات قد كده بالقلم الرصاص، لو انت بتفكر في فكره انت بترسمها وعملت شخبطات اكتر من كده بكتير عادي دوس، ما طبيعي جدا، ما تقولش لا ده انا حاسس ان انا خرجت بره الموضوع. تعالى بقى للست لما ايه اللي مركزه مع الحاجات اللي هي بتشتريها دي، تمام. ممكن نخليها مثلا ماسكه القماشه، عارف انت بتمسك القماشه كده بتشوفها كده، وبرضو ايه خلي بالك النظرات هيبقى لها دور، يعني نظره الست دي هتبقى هي بتبص كده بتعمل هي بتقيم، تمام. فهيبقى ايه ملامح تكون ايه حاده كده، فهنلعب برضو على النظره دي بحيث انها تبقى بصه للحاجه اللي هي ايه بتقيمها، مثلا القماشه دي اي حاجه يعني. طيب خلينا طبعا الست واقفه بقى بالجنب والولاد مع الراجل، ممكن نوقف معاها بنوته صغيره كمان بحيث ان يعني ايه بنتها كمان واقفه معاها. المهم هي واقفه في المكان ده، يعني زي ما بقولك مهم جدا وانت بتفكر تبقى ايدك شغاله. انا بفكر دلوقتي كل ده تفكير. طيب المفروض ان انا ايه اقعد بقى انضف اللي انا مش عاوزه والكلام ده، ولكن برضو اختصارا للوقت بقولك نرسم على طول. بس انا كنت عاوز ارسم بالقلم ده، بس القلم ده هيبقى خطه تخين فمش هيجي للحتت اللي هي الضيقه دي. فانا ممكن اعمل حاجه، انا ممكن ايه امسح ده شويه، يعني امسح الحاجات اللي انا مش محتاجها وهرسمه تاني بالرصاص، بس رصاص تقيل شويه. ده قلم 6 بي اللي انا بدأت بيه السكتش ده 3 بي، بس ان هو ايه مش عارف، هو نوع ستانجر باين جيرماني حاجه كده، هو مكتوب ستانجر جيرماني، بس انا ما اعرفش النوع ده، انا جايبه من مكتبه كده لقيته في مكتبه شديته وخرجت، لكن ده فيبريكاسل 6 بي. فممكن نشتغل بقى ايه
ادي الراجل مثلا شعره اتجاه وشه لتحت، نعمله بقى مكشر كده اللي هو ملبوخ يعني في العيال، وعاوز يقول لي ولا حاسب مش عارف ايه. او بلاش مكشر، انا حاسه قاسي قوي. خليه بيتكلم عادي يعني، هو يعني عارف انت ايه، هو متعصب او مشدود او كده، بس مش ايه، مش لدرجه ان هو يعني بيزعل الواد يعني. يعني مثلا بينبهه يعني خلي بالك اهي، امسك كده يعني. يعمل له لابس تيشيرت مثلا بولو، والواد التاني على دراعه. ضامم كف ايده، والواد ايه نزل كده رجله من الناحية التانية بقى من الدراع. الرجل نشوف حل والواد ده بقى ايه اللي هو اللي تحت ده موطي خالص، فهنعمل ايه بقى؟ شايف الخط اللي بالعرض اللي احنا قلنا عليه بنرسم عليه العينين والودان تبقى جنبه والكلام ده، هنخليه بقى ايه نازل لتحت خالص، فالعينين هتبقى تحت، ومساحة الشعر بقى الراس من فوق هتبقى باينة اكتر. بيجيب حاجة وايه وماسك الكيس بقى بعدم انتباه كده، فبتقع منه الحاجات التانية. نيجي بقى للست دي نلبسها بقى الحجاب بتاعها، امسح العينين اللي هي مش عايزها. والبنت اللي جنبها بنتها نخليها مثلا ايه، نعمل لها بقى ايه زعرورتين كده. وتبقى لابسه ايه طقم كده، عارف اللي هو الجينز بشورت كده. شايف انا برتجل معاك يعني، المفروض اصلا تشوف بقى الناس بتلبس ايه في الحاجات دي، وممكن جايبين لها بقى حاجه حلوه زي اخوها. الوقفه حاسسها مش مظبوطه. خلي وقفتها برضو فيها حركه. المناخير ده حسيت انها طويله شويه. ودي بقى الحاجات اللي ايه بتشتريها. تمام. طيب انا هجرب اعمل حاجه، هجرب ارسم بالقلم اللي هو سنه تخين ده، وان شاء الله ما يخزلناش بقى. انا حاسس ان انا عايز اخف في شعر الراجل شويه، بحيث ان هو يعني ايه راجل برضو كبير يعني، مش انا كل اللي انا بعمله ان انا بمشي بالقلم الاسود على الرصاص اللي انا ايه عملته في السكتشات. مش عارف كنت اغير الراجل ليه الايد.
طبعا المفروض ان احنا بنمسح الرصاص. نعمل له جيب كده. حاسس ان الاسود بوظ الدنيا. خلي البنت مثلا بتتفرج على دباديب مثلا برضو بتتباع في المحل. حاول انجز بسرعة. هو الواد ده حاسس ان هو مش واضح برضو بسبب القلم الاسود التخين ضيق الدنيا. حاسس ان الدراع ده كان المفروض يجي من بره شويه برضه، مبقاش لازق كده في البطن على طول، لان هو الايه المفروض فارد دراعه لبره شويه. تعالى كده بقى نلون كده اي حاجه. بص من غير ظل ونور ومن غير اي حاجه، هنلون بس عباره عن تلوين اللي هو بتاع الابتدائي، اللي هو بس انت ايه لون المساحه اللي انت بتلونها وما تخرجش بره الخطوط السوداء، اللي هو التحبير يعني، وفي اتجاه واحد. مش لازم تعمل اكتر من كده يعني، ما فاهم، ما تشغلش بالك بطريقه تلوين مش عارف ايه وادوات تلوين ايه. الوان خشب عاديه جدا ولون براحتك خالص. مش عارف انا لبستها برتقاني ليه، بس ماشي تمام. هو بصراحه اللون اللي جه في ايدي، انا مش مخطط انا هعمل ايه، بس هو اللي جه في ايدي. ممكن نلبس الراجل ده مثلا ايه تيشيرت كده بولو كده من اللي هو المخطط ده، واجي عند الكرش كده وادي ايه التكويره بتاعت الكرش. اخد برضو التمويجه بتاعت الايه القماشه اللي انا عاملها تحت كده، بحيث ان مبقاش مخطط برضو ايه يعني حته حديده يعني. مثلا والياقه تبقى لون موف كده غامق. والبنطلون الازرق عادي ملون عادي على فكره. دي شخبطات يعني مش تلوين، بس هي شخبطات. الشخبطات دي عملت ايه؟ غيرت شكل الرسمه تماما. نلبس الولد الجميل ده احمر مثلا، والشورت يكون اخضر، اي حاجه. انا كنت اعمل له لون تاني بس لقيته مش مبري، بس مش مشكله، فده اللي لقيته قدامي فظبط الدنيا مفيش مشاكل. ده مثلا ايه دي له كده تاثير الجنس كده بخطوط باين فيها ابيض كتير. البلوزه تحت مثلا نخليها اصفر.
الولد اللي بيجيب حاجه من على الارض ده لخبطنا معاه بسبب الخطوط السوداء التخينه، فمش عارف احدد ايه، فهنحدد بس مثلا البنطلون بتاعه يكون بينك او حاجه، والكمام بتاعته تكون احمر مثلا. المفروض حته من ظهره تبقى باينه. دي الحاجه الحلوه اللي بياكلها وبس. طيب تيجي بقى لون البشره. بص اقول لك على حاجه، هات اللون البني عادي جدا، مش هقول لك هات الوان معينه، اللون البني وخف ايدك فيه. طبعا بعد بقى ما تمسح الرصاص والكلام ده كله. كل ما فيه بشره يبان لون البشره. نيجي عند الست دي نخف ايدينا اكتر بحيث ان نديها إيه بشره تكون مش غامقه زي الراجل. الراجل بيبقى بيشتغل في الشمس ورايح وجاي والكلام ده كله، فبيبقى ايه اسمر شويه عن الايه عن الست. والبنوته برضو نخليها ايه خفيفه. والولد طبعا الولد اللي متشال بس فكره بسيطه كده. تعالى ندي برضو لون للقماشه اللي هي بتشتريها دي. نعمل قماش تاني بقى معمول بحيث يبان برضو ان هو سوق تمام. يبقى باين مثلا ده قميص متعلق، مش عارف ده اي قماشه كده متعلقه، اي بنطلون مثلا على مانيكان مثلا اللي هو بيبقى نص كده بس وثابت من تحت. يعني شويه الحركات دي هي اللي بتدي ايه جو السوق. بس طبعا يعني ايه لو انت بقى عاوز تطول اكتر من كده بقى وتشتغل على تفاصيل اكتر اشتغل عادي براحتك جدا، بس انا اديتك فكره وبس. جربها كده وقول لي الدنيا ماشيه معاك ازاي.